ربنا ايه حكم عليه؟ بالحبسة. ليه؟ اخر مره خرج امتى يا ستي؟ لما بكون رايحة اوديه للدكتور بس. يعني نخرج مره كل شهر مثلا؟ اوديه للدكتور بس اكشف عليه، هوديه فين؟ لا ينفع اخده معايا في مكان ولا ينفع اروح مكان. ولا يروح جامع ولا يروح اي لا فرح مش ولا عارف، حاجة؟ لا ما ي... لا لا نبهدل الدنيا. والله انت تعبت انت. هنعمل ايه؟ الحمد لله. عاوز تقولي اي حاجه، نفسك في حاجه، عاوزه طلب اي حاجه؟ نفسي بس الدكتور، اي دكتور يشوف يكون كويس كده ويكتب لهم علاج صح، بدل العلاج اللي احنا ماشيين بيه ما احناش عارفين انه ياخدوا ليه ولا عشان ايه. طبعا ليها طلبات هنحاول نساعدها ورقمها بيظهر على الشاشه عشان الحالات دي تخرج للنور. خلص الكلام. أعزائي المشاهدين، زي ما اتعودتوا معانا كل سنة لازم يبقى فيه جوائز. برضه في برنامج الأسير بنعمل لكم 30 رحلة عمرة و30 مشروع صغير، 30 هدية للعروسين. تواصلوا معانا عشان تكسبوا معانا مهرجان الجوائز وبرنامج الأسير. دي فركة كعب وهتعملها قصاد الدنيا هتقولها، وخد بقى عهد تعدلها. سكت كتير خدت ايه مصر بسكوتك، ما تستخسرش فيها صوتك. بتكتب بكرة بشروطك، دي بشرة خير. أسير هنقدم لكم يمكن 5 نقط في 5 مرات. كان نفسي يبقوا 30 مرة عشان نعرف تاريخ بلدنا، نعرف ثرواتنا، نتحرك كلنا، نجيب فلوس لمصر بتاعتها مش شحاتها. في انجلترا في سنة كام يا دكتور؟ سنة 1917 الحقيقة. احكي لنا القصة كده بسرعة عشان نعرف يا مصريين كنا مدينين انجلترا بكام بقى؟ 1917 دي أثناء الحرب العالمية الأولى، احتياج إنجلترا الشديد للأموال للحرب، رغم إن إحنا كنا مشتركين في هذه الحرب بأعداد كبيرة من القوات، إنما مصر سلفت بريطانيا 3 مليون جنيه استرليني. وكتبت من 5 وزراء كتبوا إن مصر سلفت بريطانيا 3 مليون جنيه استرليني، دين يتم سداده، ويحق لمصر استرداد هذا الدين. خدنا الدين ولا لا؟ لسه. طب 3 مليون في سنة 17 ده بتاع 50 مليار دلوقتي. الحقيقة البنوك احنا كان في مهم، وهناك عمل يدور حاليا لاسترداد هذه الأموال بشكل مكثف من القضاة والعسكريين والمؤرخين، ان احنا بنسترد اموالنا 28.8 مليار جنيه استرليني مستحقة. مين اللي قدر ده بقى؟ البنوك. هي البنوك بتحاسب هذه الديون بفايدة هي تساوي الفايدة التي تحاسب بها مصر في الخارج. يعني احنا بندفع خبر حلو ده. فبالتالي لما نيجي نطالب بديوننا بيدفعوا لنا نفس الفوائد، يعني المعاملة واحدة. نفسنا نقول اخبار حلوه اهو في بدايه رمضان، بنقول لكم اللي احنا لينا حوالي 28 مليار جنيه استرليني من انجلترا. يا نهار ابيض، ده غير مصر. لا وفندم، ده يعني انا عايز اقول لسيادتك كمان ان دي ممضيه، دي وثيقه ممضيه من 5 وزراء بريطانيين. وانا الحقيقه يعني كان ليا الحظ ان استدعاني السفير البريطاني وقال لي ما فيش داعي ان احنا نطالب لا في داعي، في داعي. لا فانا قلت اذا كان هناك تشكك من اللي مضوا الوثيقه، فقال هناك اسماء لا يمكن ان يشكك بها: لورد ميلنر وكيتشنر وسيسل من الخارجيه، وبالتالي هذا الدين هو دين وثيق ويحق لنا المطالبه بها، ولذلك تكونت لجنه مصريه للمطالبه بهذا الدين، وان شاء الله هنجيبه لمصر، وده فضل مصر على العالم لازم يرجع تاني. يا سلام يا مصر يا عظيمه. احنا في بدايه حلقات الاسير بنقول لازم نتغير، لازم نجيب حقنا لكل واحد شايف ان هو مستضعف وفقير ومريض وتعبان. تاريخك كبير يخليك تحلم ببكره، بكره تبقى كويس.